السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية العامة أخبار البورصة يوم الثلاثاء 5/5/2026. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. ارتفاع مؤشر بورصة مصر بالمنتصف مع صعود 99 سهم. مينا فارما تقترح توزيع نقدية للمساهمين عن أرباح 2025. طرح مجلس إدارة شركة مينا فارما للأدوية والصناعات الكيماوية توزيع نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025 بالإضافة إلى تحديد موعد الانعقاد الجمعية العامة العادية. وحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، تضمن حساب التوزيع صافي الأرباح العام بلغت 57 مليون 47، يضاف إليها أرباح مرحلة ليصبح إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع 191 مليون جنيه. وقد اقترح المجلس توزيعها كالتالي: توزيعات المساهمين: توزيع كوبون نقدي بواقع 2 جنيه ونص لكل سهم بإجمالي 29 مليون جنيه تقريبا. نصيب العاملين مبلغ 30 مليون جنيه. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3 مليون 6. موعد الجمعية العامة: قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026. مينا فارما 2 جنيه ونص. طيب ماشي اوكي. معتوق بسيوني يحصل على حكم لصالح جهينة لاستبعاد أحد المرشحين لمجلس الإدارة. شوف تفاصيل الخبر كده بسرعة يا جماعة. نجح مكتب معتوق بسيوني بالتعاون مع الإدارة القانونية لشركة جهينة للصناعات الغذائية في الحصول على حكم قضائي لصالح الشركة، الذي يعتبر تأسيس لمبدأ قضائي، حيث وهم في تطبيق مفهوم تعارض المصالح بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة في تطبيق مشترك لأحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية. حيث أكد الحكم صحة موقف شركة جهينة في استبعاد أحد المرشحين من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لثبوت ممارسته نشاط مماثل لنشاط الشركة بدون ترخيص من الجمعية العامة للشركة، حتى وإن كان ممارسة ذلك النشاط قبل تقدمه لعضوية مجلس الإدارة. تمام. زخم شراء يدفع سهم البنك المصري الخليجي نحو مستويات أعلى. سهم تنمية للاستثمار بين تأكيد اختراق القناة الهابطة واستهداف القمة التاريخية. ارتفاع مؤشر بورصة مصر بالتعاملات الصباحية 30 يصعد أعلى 52,000 نقطة. الفوائد والإيجارات تقلص خسائر عربية للأصول 90% خلال 2025. عربية للأصول ماشي. كشفت القوائم المالية لشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن العام الماضي تراجع خسائر الشركة بنسبة 89% على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها سجلت صافي خسائر بلغت 1,045,000 خلال 2025 مقابل خسائر 14 مليون في عام 2024. تمام. عمومية رميدة تقرر توزيع 60 مليون جنيه أرباح للمساهمين. رميدة ماشي اوكي. طيب رميدة وافقت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية رميدة على القوائم السنوية ومقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025. وحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، صدقت الجمعية توزيع كوبون نقدي بقيمة 3 قروش للسهم بإجمالي مبلغ 60 مليون جنيه تقريبا. 3 قروش. انتوا جايين على نفسكوا كده ليه؟ كما تضمن حساب توزيع الأرباح نحو 7 مليون، وتوزيع نقد للعاملين 6 مليون مكافأة. ماشي اوكي. 3 قروش رميضة. ماشي. تسوية إصدار 75,000 وثيقة بصندوق المؤشر EGX 30 وارتفاع القائم إلى 496 مليون. ده كده في ناس كتير بتخش يا جدعان تشتري في صندوق الوثائق
في البورصة. ماشي. عمومية القناة التوكيلات تقر الموازنة التقديرية توافق على أساس شراكة جديدة. طيب تأسيس شركة جديدة. طيب ماشي. قناة التوكيلات اللي هي الملاحية. حسب إفصاح الشركة اعتمدت الجمعية الموازنة العامة المقبلة متضمنة حقيقة إيرادات بقيمة 200 مليون جنيه وتحقيق صافي ربح قبل الضريبة نحو 970 مليون جنيه. واعتمدت الجمعية كذلك على الموازنة الاستثمارية المقترحة بقيمة 47 مليون جنيه تأسيس شركة تراست القناة لخدمات السفن. وفي السياق وافقت الجمعية على تأسيس شركة مساهمة جديدة تحت اسم تراست القناة لخدمات السفن لإدارة وتشغيل السفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة للعمل على خط ملاحي يربط بين موانئ مصر وموانئ شرق أفريقيا. طب ده خبر كويس والله. شركة القناة التوكيلات. أسعار وثائق. رغم نمو المبيعات أرباح مينا فارما تهبط 65% في 2025. بورصة مصر تعلن نهاية حق وموعد وتوزيع كوبون مصر الجديدة للإسكان. هنشوف قيمة الكوبون ده ايه. أوضحت البورصة في إفصاح اليوم الثلاثاء أنها تقرر توزيع الكوبون رقم 31 44 قرش 44 قرش معقول للسهم الواحد، ويصرف على قسطين 22 قرش اعتبارا من 20 مايو 22 قرش 30 ديسمبر. مصر الجديدة عامل النهاردة 6 جنيه 85 قرش. طب اوكي ماشي. الفنار المقاولات تتعاقد على أعمال حفر في رأس الحكمة بقيمة 26 مليون جنيه. أرباح مستشفى النزهة الدولي تنمو 19% خلال الربع الأول من 2026. مستشفى النزهة الدولي. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت أرباح بلغت 47 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس، مقابل أرباح بلغت 39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025. وارتفع إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 135 مليون جنيه مقابل 124 مليون جنيه الربع المقارن. مستشفى النزهة ربنا يسترها علينا يا رب. ماشي. مصر تراجع مؤشر مدير المشتريات خلال إبريل بأكبر انكماش منذ يناير 2023. بورصة مصر تعلن نهاية حق وموعد وتوزيع كوبون مدينة مصر الإسكان. احنا قلنا الخبر ده. أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي ترتفع إلى 3.6 مليار في الربع الأول. طبعا السهم ده قوي جدا يا جماعة. اوكي طيب. أوضح المصرف في بيان لبورصة مصر اليوم أنه حقق أرباحا بلغت 3.6 مليار خلال فترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل أرباح بقيمة 3.03 مليار في الفترة المقارنة من 2025. طبعا مصرف أبو ظبي ده سهم قوي. أسمنت سينا تنفق 1.27 متحصلات زيادة رأس المال لسداد مديونيات أسمنت سينا. طيب نشوف كده الخبر بسرعة. أوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر اليوم أنها أنفقت كامل قيمة متحصلات زيادة رأس المال والبالغة مليار بوينت 27، وتم قيدها في 4 يونيو 2025 وفقا لما يلي. تم تحويل جزء من مديونية قرض على الشركة لصالح الشركة الأم بقيمة بلغت مليار بوينت 13 جنيه مصري. تم استخدام الجزء المتبقي كمتحصلات نقدية بقيمة 147 مليون في سداد تسهيلات ائتمانية لبنوك القروض. ده أسمنت سينا. طيب شركة مدرجة بالبورصة توضح أسباب تأخر إفصاحات القوائم. طيب قيمة السوقية. طيب احنا كده يا جماعة غطينا معظم أخبار اليوم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.